وهلا والله بالفخمين، جبت لكم اليوم قصة كوميدية أتمنى تنال إعجابكم. فقبل المشاهدة لا تنسى تصلي على النبي، تذكر الله، ولايك واشتراك لتصدق. رجعنا لكم من جديد، خلونا نبدأ. في قرية صغيرة في اليمن كان حسن شابا طيب القلب، لكنه مشهور بكسله الشديد، وكان يعمل مزارعا عند عمه سالم، لكن معظم الوقت كان يقضيه في النوم تحت الشجرة متظاهرا بأنه يفكر في المستقبل. وفي أحد الأيام طلب منه عمه سالم الذهاب إلى السوق لشراء خروف ليكون أضحية العيد، وأعطاه المال وحذره قائلا: لا تضيع المال ولا تحاول تفلسف، فقط اشتري خروفا وعد فورا. هز حسن رأسه موافقا، ثم انطلق للسوق وهو يفكر كم سيشتري من الحلوى بعد أن ينجز المهمة. ولكن كما هو متوقع لم يكن الحظ في صفه، وفي السوق كان حسن يتجول بين البياعين حتى وجد رجلا عجوزا يبيع خروفا سمينا، لكنه كان مختلفا قليلا عن بقية الخراف. كانت نظراته ذكية بل تكاد تكون مخيفة، وقال العجوز: هذا الخروف ليس عاديا، إنه يفهم لغة البشر، بل ويمكن حل المسائل الحسابية. ضحك حسن وقال ساخرا: طبعا، وهل يمكنه أيضا تشغيل هاتفي إذا تعطل؟ لكن العجوز لم يكن يمزح، وأشار إلى الخروف وقال: يا خروف، كم حاصل ضرب 3 في 3؟ نهق الخروف: أقصد مأمأ 3 مرات ثم توقف، ثم مأمأ 3 مرات أخرى، ثم 3 مرات أخرى، يعني 9 مرات المجموع كامل. وفكر حسن قليلا ثم صرخ: يا للهول، لقد قال 9! اندهش حسن وقرر أن يجب عليه شراء هذا الخروف بأي ثمن، فساوم العجوز، وبعد نقاش طويل اشتروه بسعر مرتفع جدا، مما جعله يفقد كل المال الذي أعطاه له عمه سالم. وبينما كان حسن يسير عائدا إلى القرية مع الخروف، خطرت له فكرة جهنمية: لماذا أبيع هذا الخروف للذبح؟ هذا كنز سأستخدمه لكسب المال. وبدأ ينفذ خطوته فورا، وفي أول ليلة جلس في ساحة القرية وأحاط به الأطفال والكبار وهو يصرخ: تعالوا تعالوا وشاهدوا الخروف الذكي الوحيد في العالم، يستطيع أن يحل المسائل الحسابية. وبعد أن تجمعوا بدأ الجميع يسألون أسئلة، وكان حسن يترجم إجابات الخروف الذي كان ببساطة يأمئ أو يمأمئ بعدد المرات المطلوبة، مما جعل الجميع يعتقدون أنه عبقري. وبعد أسبوع أصبح حسن ثريا، والجميع يتحدثون عن الخروف العجوبة. ولكن في أحد الأيام بينما كان حسن مستلقيا تحت الشجرة كالعادة، جاء إليه صديقه سعيد وقال له: حسن، هناك مشكلة، بعض القرويين اكتشفوا أنك تخدعهم، لأن خروفك لا يتكلم بل فقط يمأمئ. قفز حسن مرعوبا: وماذا سنفعل؟ لا أريد أن يتم طردي من القرية. وعندما قرر حسن الهرب مع الخروف، لكنه اكتشف أن الحبل مقطوع ولقد هرب الخروف. وركض حسن في أنحاء القرية يبحث عنه، لكنه وجد الخروف في السوق يقف بجانب رجل عجوز آخر، وهو يباع من جديد لشخص آخر. عندما رآه صاح: مستحيل، هل أنا كنت الضحية؟ وفجأة نظر إليه الخروف ومأمأ 3 مرات، وكأنه يقول له: 9 عدد المرات التي خدعت بها الناس، والآن دورك لتخدع. انهار حسن على الأرض وقال بحسرة: يا لذكاء هذا الخروف، يجب أن أتعلم منه بدلا من خداع الناس. ومنذ ذلك اليوم أصبح حسن مشهورا، لكن ليس كأذكى رجل في القرية، بل كأكبر ضحية لخروف محتال. والنهاية سلامتكم.